توقعات نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، أتوقع إن الأهلي يكسب برباعية، إما 4-2 أو 4-1. ليه بتوقع إن الأهلي يكسب بنتيجة كبيرة؟ لأن الزمالك مش واقف على أرض ثابتة. جمهور الزمالك والإعلام والمحللين واقفين على مستوى الزمالك قدام 3 فرق يمكن هما أقواهم الإسماعيلي، ومع ذلك اتعادل مع الإسماعيلي. فالزمالك ما قابلش فريق قوي علشان تحكم عليه إنه يقدر يكسب الأهلي أو يتعادل معاه أو يقدم مباراة قوية. كله بيتوقع إن الزمالك يعمل قيمة عالي، لكن أنا بتوقع إن الزمالك أول فريق هيقابله قوي هو الأهلي، علشان كده هيتفاجئ بالمستوى وفرق المستوى وفرق التفكير والتكتيك وفرق اللياقة البدنية. الزمالك هيشيل من الأهلي 4، والأهلي هيستقبل أهداف، وده لأن الأهلي دفاعيا مش هو الأفضل، دفاعيا أضعف نقطة أو أضعف خط عند الأهلي حاليا هو خط الدفاع. علشان كده ممكن الأهلي يستقبل هدف أو 2، لكن الزمالك هيستقبل أكتر من كده وهيتهزم. ونفتكر الفيديو ده بعد إن شاء الله المباراة، واشتركوا في القناة وصدقوني إن شاء الله الأهلي يكسب 4-2 أو 4-1، وده لأن مستوى الزمالك الحقيقي هيظهر بكرة.